4 مشاريع إدماج كبرى تسعى الجزائر لتجسيدها في إفريقيا، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا كبرى في الحركية الاقتصادية بالقارة السمراء، بداية من مشروع نقل الألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا، مرورا بأنبوب ينطلق من نيجيريا ويمر بالنيجر يربطها بأوروبا، ناهيك عن التنقيب عن الغاز في النيجر على غرار السكة التي تصلها بباماكو ونيامي. مشروع أنبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا مرورا بالنيجر ووصولا إلى الجزائر وأوروبا، بالإضافة إلى التنقيب عن الغاز في النيجر، فهذا ما يساهم في دعم إمدادات الغاز الإفريقية نحو أوروبا، بما يسمح للجزائر أن تلعب دورا كبيرا في المنظومة الطاقوية الإفريقية والعالمية. أما بالنسبة للمشروع الرابع الخاص بقطاع النقل وهو خط السكة الحديدية، فهذا ما سيفتح آفاق كبيرة لحركة التجارة من الجزائر نحو مختلف الدول. هذا التواصل الاقتصادي والتجاري عبر مد خطوط السكك الحديدية والكهرباء وتدفق الإنترنت ونقل الطاقة يدعم البنى التحتية الإفريقية للجزائر مع دول الجوار، ويعزز مكانتها الطاقوية إقليميا وعالميا. ولوج الجزائر اقتصاديا في القارة الإفريقية ليس وليد اليوم، بل الجزائر حضرت إلى هذا من قبل، وبداية أنها شطبت على ديون 14 دولة إفريقية ويقدر المبلغ ب 3.5 مليار دولار، ثم تم ضخ 1.1 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع تنموية في دول إفريقية، بالإضافة إلى شبكة الطرقات والسكك الحديد وخطوط جوية وأنابيب الغاز، وبهذا تخلق حركية اقتصادية ومناصب شغل وكذا تأمين المنطقة. دبلوماسية الجزائر التي فرضت مكانتها لم ترتكز على استراتيجية عقد الشراكات الاقتصادية فحسب، بل عززها دورها في الفضاء الجيوسياسي الإفريقي وموازنتها بين المقاربة الاقتصادية التنموية وصناعة الاستقرار في المنطقة.